بالمناسبة تعالَ أقول لك حاجة، فاكر الحلقة اللي فاتت لمّا كنا بنتكلم عن الإنسان الصهيوني؟ كنا بنقول وقتها إنه إنسان بلا هوية وبلا أصل، بس المُلفت في الموضوع إن مؤسسين الصهيونية كانت من أول الحاجات اللي اهتموا بيها واشتغلوا عليها هي اللغة. إزاي بقى؟ لمّا لقوا إن كل واحد حرامي فيهم جاي من حتة شكل، قال لك ما هو كده مش هينفع، إحنا لازم نحط حاجة تربط شوية الحرامية دول كلّهم ببعض، وهنا طبعًا ما كانش فيه غير اللغة، ومن وقتها والكيان ده بيتكلم العبرية وهي اللغة الرسمية هناك. عرفت بقى إن اللغة هي واحدة من أقوى الحاجات اللي تقدر تجمّع الناس وتدّيهم هوية يرتبطوا بيها. وبالمناسبة هناك بيدرسوا العلوم الأساسية زي الطب في جامعاتهم باللغة العبرية، علشان بس الناس اللي بتجادل في تعريب الطب من وقت للتاني، دول ما كملوش 100 سنة ها. الموضوع باختصار يا جماعة ما هو إلا زي ما ابن خلدون قال: المغلوب مولع أبدًا بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده. وطبعًا إحنا عارفين ابن خلدون يقصد إيه، وعارفين برضه إحنا المفروض نحط نفسنا في خانة المغلوب والّا في خانة الغالب المنتصر.